فيديو النهارده يا جماعه هو حرفيا دليلك الشامل في انك ازاي تتعلم اللغه الانجليزيه. بجد يا جماعه الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي تقريبا هكون عملتها في تعلم اللغه الانجليزيه. بالمناسبه لو محدش شاف الفيديوهات اللي فاتت تقدروا انكم تروحوا تشوفوها، ولكن فيديو النهارده يا جماعه هو حرفيا فيديو مهم جدا لو انت شخص بتحاول انك تطور لغتك الانجليزيه وفي نفس الوقت ما بتلاحظش اي تطور، مش عارف ايه الخطه اللي تمشي عليها بالظبط علشان تلاحظ تطور، بتقضي ساعات كتير جدا في انك تتعلم اللغه الانجليزيه وحاسس انك محلك سر مفيش اي تطور خالص. في ناس بدأت انها تتعلم معاك ويمكن كمان بعدك وبدأت انها تتطور وانت لسه واقف مكانك. ففيديو النهارده ده ليك بجد يا جماعه. الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، فعايز اي حد يكون مهتم بالموضوع ده وبيعاني من نفس النقط اللي انا قلت عليها من شويه يجيب ورقه وقلم علشان هيكتب معايا. بجد يا جماعه الفيديو ده مهم جدا، مش بقولك كده علشان تكمل الفيديو للاخر. ايوه انا اكيد طبعا عايزاكم تكملوا الفيديو للاخر لان هو ده اللي بيزود التفاعل عندي، ولكن بجد انا الفيديو ده يا جماعه حطيت فيه مجهود كبير جدا وقعدت اكتب لكم كل الحاجات اللي المفروض تعملوها علشان تطوروا لغتكم الانجليزيه وما يكونش الفيديو عباره عن كلام كليشيه بناء على مستواكم. فبجد يا جماعه لازم تسمعوا الفيديو ده للاخر. واهو الفيديو دلوقتي هيتسجل ان شاء الله وهينزل ان شاء الله. عايزاكم بعد 6 شهور او بعد سنه تقولوا احنا فعلا عملنا اللي انت قلتي عليه ومشينا عليه وبجد نفعنا جامد جدا ولغتنا الانجليزيه تطورت بشكل ملحوظ. فبلاش رغي كتير، يلا نبدا الفيديو. مبدئيا كده قبل ما ابدا الفيديو لازم انبه عن كذا حاجه. لازم نكون عارفين اولا ان مستويات اللغه الانجليزيه A1 A2 B1 B2 C1 C2. فاحنا هنعمل خطه ان شاء الله لمستوى A1 و A2 B1 و B2. I think C1 و C2 مش محتاجين خطه يعني يمشوا عليها، وانتوا كمان مش محتاجين انكم توصلوا للمستويين دول لان المستويات دي بتبقى دايما للنيتيف سبيكر او للناس اللي هي اصلا بتشتغل في التدريس اللغه الانجليزيه. فانتوا محتاجين بس توصلوا للبي 2 علشان تقدروا انكم تتعاملوا باللغه بشكل كويس جدا وتقدروا انكم تستهلكوا كونتنت ليه علاقه اللغه الانجليزيه بدون ما تكونوا بتعانوا انكم تفهموا. تقدروا انكم تعملوا كوميونيكيشن مع اي حد باللغه الانجليزيه، فانتوا محتاجين توصلوا للبي 2. فانا هقول لكم ايه الخطه اللي بالظبط المفروض تمشوا عليها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي لازم تاخدوا بالكم منها ان انا هعمل خطه لابسط حاجه ممكن تعملوها في اليوم علشان تطوروا لغتكم الانجليزيه. انا عارفه ان في ناس كتير جدا بتماطل وبتكسل انها تتعلم اللغه الانجليزيه، او انها مثلا بتيجي لها الحماسه فتره وتتعلم جامد جدا وبعد كده تنام. فانا هقول لكم ازاي تتعلموا اللغه الانجليزيه لمده ساعه في اليوم. ده اقل حاجه. عايزين تزودوا تمام، لكن تقللوا عن ساعه دي ممنوع ممنوع ممنوع. الحاجه الثالثه بقى اي ترشيحات او اي حاجه هتكون موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. انا هكتب كل مستوى بالترشيحات بتاعته اللي المفروض انكم تعملوها علشان انا مش عايزه ان انا اطول الفيديو زياده عن اللزوم، او لو انتوا كمان عايزين نعمل فيديو اصلا منفصل عن ترشيحات اذا كان لكتب او اذا كان لروايات او اذا كان لاي حاجه تقدروا انكم تقولوا لي تحت في التعليقات. وبالمناسبه انا عامله فيديو عن الكتب، ازاي تختاروا الكتاب المناسب لمستواكم وازاي اصلا تحسنوا وتطوروا لغتكم الانجليزيه من القراءه. يا جماعه بجد القراءه من اهم الحاجات اللي هتطور لغتكم الانجليزيه للاحسن بجد، لانها هتعرفكم مصطلحات جديده وكلمات جديده وازاي ان هم اصلا بيكونوا الجمل وتكوين الجمل بشكل صحيح عامل ازاي. فحرفيا القراءه من اكتر الحاجات اللي هتطور لغتكم الانجليزيه. فلو انتوا عايزين تعرفوا ازاي تطوروا لغتكم الانجليزيه عن طريق القراءه وازاي تختاروا الكتاب المناسب لمستواكم تقدروا انكم تشوفوا الفيديو اللي هيظهر لكم هنا في الاي. بجد يا جماعه الفيديو ده مهم جدا وفي خلاصه كل حاجه انا عملتها علشان اقدر اطور من لغتي الانجليزيه عن طريق القراءه. فحبيت بس انبه على الحاجات دي علشان تبقوا واخدين بالكم منها وبس كده. يلا نبدا الفيديو. مبدئيا كده اول مستوى هنتكلم عنه هو مستوى A1. المستوى ده يعني مش هيكون في عدد كبير منكم ينتمي للمستوى ده، لان المستوى ده حرفيا هو حاجه يعني عارف يا دوبك البيزكس، يعني عارف الحروف، عارف شويه كلمات بسيطه، بيعرف يكون جمل بسيطه جدا، كلمات الحصيله اللغويه عنده ضعيفه، وكمان القواعد عنده مش قوي، يعني يا دوبك عارف القواعد البسيطه. بقول لك ده ليه؟ علشان تبقى اولا تعرف تحدد مستواك ايه، وثانيا علشان انت لما بتبدا تعرف نقط الضعف بتاعتك من هنا بتبدا تعرف تحط خطه صح، خطه مناسبه ليك، خطة تعرف انك تلاحظ من خلالها تطور ملحوظ. مبدئيا كده لازم تكونوا عارفين ان المستوى ده الانبوتس بتاعته بتكون لازم تبقى اعلى من الاوتبوتس. يعني ايه انبوتس ويعني ايه اوتبوتس؟ يعني المدخلات والمخرجات. مبدئيا المستوى ده لازم يكون عنده المدخلات تمام اكتر بكتير جدا من المخرجات، لانه اوريدي اصلا مش عنده اي حاجه يطلعها، هو يا دوبك لسه عايز يتعلم، عايز يعرف يعني ايه لغه انجليزيه، عايز يعرف يعني ايه ازاي يكون جمله صح، عايز يعرف كلمات او مصطلحات عشان يعرف يكون جمل اصلا. فالمفروض يتعلم المستوى ده ازاي. مبدئيا كده هنعتبر ان هي دي ساعه التعلم عندنا، اذا كان هنحطها هنا او نحطها هنا،
وهنقسمها كالتالي. مبدئيا كده اول نص ساعه هتكون عباره عن انك هتتعلم حاجه جديده. هتقسمها ازاي بالظبط؟ يعني النهارده مثلا هتتعلم عن الفونetics، بكره هتتعلم عن الجرامر، بعده هتتعلم اكسبريشنز. هتشوف على حسب انت محتاج تتعلم ايه النهارده، انت نفسك مايله لايه النهارده. اهم حاجه تتعلم حاجه جديده. ايه هي الحاجه الجديده؟ انت تشوف بقى انت يعني نفسك مايله لايه النهارده، او انك تحط لك جدول بان نص ساعه هتحدد فيها انت هتتعلم فيها ايه بالظبط. طب النص الساعه الثانيه بقى المفروض ان احنا هنعمل فيها ايه؟ مبدئيا كده ربع ساعه هتكون listening، استماع. هتجيب اي مقطع، اي حاجه انت بتحب تتفرج عليها، اي بودكاست، وانا هحط لكم برده زي ما قلت لكم ترشيحات تحت في الديسكربشن بوكس، وهتسمع لمده ربع ساعه. عارفه انكم هتكونوا بتواجهوا صعوبه كبيره جدا في انكم تفهموا، ولكن حاولوا انكم الحاجه اللي بتسمعوها تكون مكتوبه باللغه الانجليزيه من تحت، بحيث ان تزود عندكم الحصيله اللغويه بالشكل ده، وكمان تبداوا انكم تتعلموا النطق الصحيح للكلمات. حتى لو انتم مش قادرين تفهموا بنسبه كبيره، بس على الاقل احنا مش عايزين نفهم قد ما احنا عايزين نبدا نعرف نطق الكلمات بشكل صح. بالنسبه بقى لاخر ربع ساعه عندنا هتكون عباره عن 10 دقايق هتكون قراءه، و5 دقايق انك تكتب الكلمات الجديده اللي اتعلمتها خلال اليوم، وتبدا انك تراجعها وتحفظ الكلمات بتاعت الايام اللي قبلها. يعني انت بعد ما تخلص جلسه القراءه مثلا بتاعتك، هتبداوا بقى تشوفوا الكلمات الجديده اللي هتطلعوها، وكمان تبداوا انكم تتعلموا الكلمات دي وتشوفوا معناها ايه، وتراجعوا على الكلمات القديمه وتراجعوا على الكلمات الجديده، وحد يسمع لكم الكلمات، تسمعوا مع بعض. مثلا حد بيذاكر معاكم تبداوا انكم تسمعوا لبعض، بحيث انكم تراجعوا على الكلمات بشكل كويس. ده بالنسبه للمستوى الاولاني الا وهو مستوى A1. نيجي بقى للمستوى الثاني اللي هو مستوى A2. ده مستوى عامه الشعب، ده المستوى اللي احنا اصلا بنتخرج بيه من المدرسه. ايه مواصفات المستوى ده علشان اعرف هل المستوى ده هو مستوايا ولا لا؟ مبدئيا المستوى ده حصيلته اللغويه بتكون كبيره جدا، تقريبا عارف اغلب القواعد او كلها. بيقدر مثلا لما يكون بيسمع اي حاجه قدامه باللغه الانجليزيه هو قادر مش قادر يفهم الشخص ده بيقول ايه، بس وانس ان هو شاف الكلمات مكتوبه من تحت اللي الشخص ده بيقولها بيبقى فاهم كل حاجه، والكلمات دي انا عارفها، والكلمات دي انا خدتها قبل كده. كلمات كتير جدا بتكونش حاسس انه شافها قبل كده، بس في نفس الوقت مش قادر يفتكر معناها ايه، قادر يجمع، مش قادر يكون كلمات، ما بيعرفش يتكلم. ممكن يكون بيقدر يفهم بشكل كبير جدا اللي قدامه بس مش قادر يتكلم. فالمستوى ده المفروض ان احنا نعمل فيه ايه بالظبط؟ زي ما قلت لكم احنا بنعرف العيوب بتاعتنا، علشان وانس انك عرفت العيوب بتاعتك هتعرف انك تحط خطة صح. ايه المفروض ان احنا نمشي بقى ازاي، وايه الخطة اللي المفروض نمشي عليها في المستوى ده؟ مبدئيا كده زي ما قلت لكم المستوى ده هيبقى اغلب مستوى الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده، فلازم تركزوا معايا كويس جدا في ايه اللي المفروض ان احنا نعمله. مبدئيا كده زي ما قلنا ان هي دي ساعة التعلم اللي هتكون بتاعتك، وتبدأ بقى هتقسمها كالتالي. مبدئيا كده اول ربع ساعة عندنا هتكون عبارة عن صوتيات، هتتعلم الصوتيات، ودي من اهم الحاجات اللي لازم بجد انكم تتعلموها يا جماعة، لان بجد حرفيا احنا الصوتيات عندنا لو انت كنت معتمد على المدرسة بشكل تام حرفيا انت هتكون بتنطق اغلب الكلمات بشكل غلط، هتبقى مستخدم بقى اللكنة بتاعت بلدك، يعني مثلا Egyptian accent او كده. وطبعا اغلب الكلمات طبعا مين اللي كان المدخلات بتاعتك؟ المدرس، والمدرس اغلب مدرسين مصر او اغلب مدرسين الحكومة بينطقوا بشكل غلط، فحرفيا لازم تبدأ تظبط ده. دي اول حاجة محتاج انك تظبطها، محتاج انك تظبط نطقك في اللغة علشان تقدر تتكلم كويس، وعلشان تقدر تفهم الناس اصلا اللي بيتكلموا. فاول حاجة لازم هتتعلمها يوميا هي الصوتيات دي الاول ربع ساعة. الربع ساعة التانية بتاعت اول نص ساعة هتكون انك تتكلم باللغة الانجليزية. ازاي؟ عن طريق انك هتحدد مثلا موضوع يوميا انك تتكلم فيه، وهتبدأ انك تتكلم فيه لمدة ربع ساعة. اي كلمة تعصلك معاك مش عارف معناها بالانجليزي هتبدأ انك تجيب ورقة قدامك وتكتب فيها الكلمة اللي انت مش عارفها بالعربي، علشان بعد ما تخلص جلسة الربع ساعة من انك تتكلم هي انك هتبدأ تترجم او تشوف معنى الكلمات اللي بالعربي اللي انت كاتبها دي باللغة الانجليزية معناها ايه. بالنسبة بقى للربع ساعة التانية هتكون استماع برضو، عن طريق انك هتسمع مثلا بودكاست، وزي ما قلنا هيبقى بالكلام مكتوب من تحت علشان تبقى عارف هو اللي قدامك بيقول ايه، وتبدأ تعرف نطق الكلمات بشكل صح عامل ازاي، علشان بعد كده لما تنطق الكلمة قدامك بنفس الطريقة تقدر انك تميز الكلمة دي وتعرفها، وخلاص هتبدأ تثبت في دماغك ازاي اصلا بتتنطق كل كلمة. بالنسبة بقى لاخر ربع ساعة فهيكون في 10 دقايق قراءة برضو، و5 دقايق هتكون كتابة هتكتب فيها عن نفس الموضوع اللي انت اتكلمت فيه. مش احنا قلنا ان احنا هناخد ربع ساعة جلسة تحدث؟ بعد ما نخلص جلسة التحدث بالظبط
تبدا تترجم الكلمات اللي مش عارفها، وبعد كده تبدا تشوف الكلمات اللي انت مش عارفها ومعناها ايه بالظبط، وبعد كده هتبدا تعمل 5 دقايق جلسه كتابه وهتكتب فيها عن نفس الموضوع اللي انت كنت بتتكلم عنه. وانس انك عملت كل الحاجات اللي انا قلتها لك دي لمده مثلا 3 شهور ساعه يوميا، هتلاقي ان اولا النطق معاك تحسن بشكل كبير جدا، هتلاقي انك بدأت تعرف نطق الكلمات وبتميز الكلمات بشكل كبير جدا. من لما بيتكلموا الاجانب قدامك بتقدر تفهم هما بيقولوا ايه بالظبط، ما بتحسش ان هما بيقولوا طلاسم او لغة تانية غير اللغة اللي انت تعرفها. هيبقى عندك حصيلة لغوية كبيرة جدا، وبقيت انك تكون جمل بشكل صح، والقواعد عندك اخطائها هتبدأ تقل بالتدريج اذا كان في الكتابة او في الكلام. بالنسبة بقى للمستوى اللي بعده هو مستوى B1، والمستوى ده هو يعني مش كتير بس في نفس الوقت مش قليل، يعني اغلب الناس بتكون بتتراوح ما بين مستوى A2 ومستوى B1. ايه مواصفات مستوى B1 بالظبط؟ مواصفات مستوى B1 ان هو بيبدأ خلاص بقى بيعرف يتناقش، بيبدأ يبقى عنده اوتبوتس نوعا ما كتيرة ان هو يقدر يتكلم باللغة دي ويتعامل بيها. لسه الحصيلة اللغوية عنده مش احسن حاجة، ولكن بيقدر ان هو يعبر عن كل حاجة عايز يقولها بشكل كويس بكلمات بسيطة. مفيش حاجات بتعصلك معاه قوي في الكلام، بس طريقة كلامه ممكن يكون في اخطاء في قواعد شوية، مع ان الكلمات عنده نوعا ما بسيطة شوية اللي بيستخدمها في الكلام. مبدئيا كده المستوى ده هيكون فيه الاوتبوت اللي المفروض تبقى في الخطة بتاعتك اكتر بكتير من الانبوتس، يعني انت محتاج تطلع اكتر من انك محتاج تدخل علشان تبدأ تظبط كل العيوب اللي موجودة عندك. فلو احنا عندنا ساعة هنتعلمها خلال اليوم، فاحنا هنقسمها كالتالي. مبدئيا كده اول تلت ساعة هتكون استماع، لان احنا برضو لسه محتاجين ان احنا نسمع اكتر علشان نطور عندنا الحصيلة اللغوية وطريقة كلامنا تكون افضل. التلت ساعة التانية هتكون تحدث، بس هنا بقى مش هتتحدث مع نفسك زي المستوى اللي فات، لا انت هنا محتاج انك تدخل في جروبس ومحتاج انك تتعامل مع الناس باللغة. طب هتعمل ده ازاي؟ هتعمل ده عن طريق انك تنزل اي ابلكيشن ليه علاقة بانك تتكلم وتتعلم اللغة الانجليزية، او عن طريق السوشيال ميديا تبدأ انك تشوف اي صديق عايز يتعلم اللغة زيك، او هو اصلا نيتيف سبيكر عايز يتعلم لغتك العربية مثلا، او مثلا تنزل انجلش كلوبس لناس بتتكلم اللغة وكده. فلازم تبدأ تنزل وتمارس اللغة في الواقع مع الناس، يعني كفاية خلاص بقى انك لوحدك في البيت محدش سامعك، لا انت محتاج انك تنزل وتبدأ تتعامل باللغة دي اكتر. بالنسبة بقى للتلت ساعة الاخيرة فهتكون متقسمة بالشكل ده، هيكون معظمها قراءة، لان برضو محتاج انك تقرأ اكتر، محتاج انك يبقى عندك حصيلة لغوية اكتر، والباقي بقى هتكون كتابة، وهنا بقى تبدأ تكتب يومياتك باللغة الانجليزية. بجد يا جماعة انك تكتب يومياتك باللغة الانجليزية دي من اكتر الحاجات اللي هتحسن لغتك الانجليزية بشكل كبير جدا، وهتخليك انك تبدأ تكتب بأريحية اكتر، ومش هتحس انك خايف انت وبتكتب، اللي هو خايف اغلط، خايف اكتب كلمه غلط، لا بجد الموضوع هيفرق معاك بشكل كبير جدا. ايه بقى للمستوى الاخير معانا الا وهو مستوى B2. مبدئيا كده المستوى ده مش محتاج انك تمشي بخطه اصلا، الموضوع كله هو انك هتبدا تستمتع بممارستك للغه، بمعنى انك خلاص وانس انك بتتفرج على اي مشاهد باللغه الانجليزيه انت عارف ايه بيقولوا بالظبط، مش محتاج خالص يكون في ترجمه من تحت، قادر تفهم بشكل كبير جدا هما بيقولوا ايه، بتقدر انك تتكلم باللغة وبكل اريحية وبتفهم معظم الكلام، ما فيش حاجة بتعصلك معاك تقريبا، بتقرأ اي حاجة، مش محتاج انك يكون لي ترشيحات معينة انك كتب هتنفع تقرأها وكتب مش هتنفع تقرأها، لا انت بتعرف تقرأ كل حاجة. وكمان بتقدر انك تستهلك محتوى باللغة الانجليزية، بحيث انك مثلا بتتفرج على محتوى اجنبي وبتلاقي نفسك فاهم كويس جدا، مش بتعاني علشان تفهم. فالمستوى ده برضو، بس مش معنى كده ان احنا بقى خلاص وصلنا للبي 2 ووصلنا للمستوى ده ان احنا نسيب نفسنا بقى للموضوع، نسيب لنفسنا كده بقى وخلاص، لان هتلاقي المستوى بدأ ينزل تاني، لان دايما الموضوع محتاج ممارسة. فالمفروض انكم تعملوا ايه؟ بيبقى برضو ساعة يوميا تتعلموا حاجة، ولكن بتبقى الساعة دي مركزة على حاجة، بمعنى انك عندك 4 سكيلز للغة، عندك reading, speaking, listening, writing. فانت محتاج كل اللي المفروض انك تعمله هو انك تخصص ساعة كل يوم للمهارة دي. النهاردة مثلا هقرا رواية معينة، مثلا النهاردة انا هسمع فيلم، مثلا النهاردة انا هتكلم شوية باللغة الانجليزية. مثلا في ناس كتير جدا بتبدأ اصلا من اول ما بتوصل للمستوى ده بتبدأ انها تنزل تعمل كلوبس مع الناس، هي اللي بتكون السبيكر. فلازم تحاولوا دايما انكم تكونوا بتحسنوا من لغتكم الانجليزيه، مش معنى انكم وصلتوا لمستوى معين يبقى خلاص انا هقعد بقى واركن كل حاجه على جنب، لا طبعا لازم تكون دايما في تطور للغتك الانجليزيه. زي ما قلت لكم هتبقى عباره عن ساعه يوميا، بس هتبقى مركزه على حاجه معينه.
وهتعمل حاجة معينة في اليوم. بس كده يكون خلص الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون الفيديو ساعدكم بشكل كبير بحيث انكم تطوروا لغتكم الانجليزية. وعايزاكم بجد تقولوا لي بعد فترة من لما تجربوا الطريقة دي، يعني ادوا لنفسكم فترة، شهر، شهرين، 3 شهور، وخليكم ملتزمين بالساعة دي. تقدروا تزودوها تمام، يعني يكون افضل. ما قدرتوش تزودوها خلاص تمام، تفضلوا ملتزمين بالساعة دي يوميا لمدة 3 شهور. عايزاكم تكتبوا لي تحت في التعليقات بعد ما التزمتوا بالخطة دي ايه اللي اتفرق في لغتكم، وهل لاحظتوا فرق في اللغة ولا لسه زي ما هي. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تتفاعلوا مع الفيديو عن طريق انكم تكتبوا لي تعليق باي حاجة انتوا عايزين لي اعمل عليها الفيديو المرة الجاية. وكمان يا ريت تعملوا لي لايك، هي بجد حاجة بسيطة جدا انتوا ممكن تكونوا بتعملوها، ولكن بتفرق معايا جامد جدا، وبحس انكم فعلا مهتمين ان انا اكمل في المحتوى. وانا عارفة ان بقالي فترة طويلة كنت موقفة، وده بسبب ان انا خلاص بتخرج ان شاء الله، يعني يدعوا لي، فمشغوله جامد جدا 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 جدا. فيا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات باي حاجه انتوا عايزين اعمل عليها الفيديو الفتره الجايه. هحاول التزم على قد ما اقدر. وكمان يا ريت تعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا كل الفيديوز اللي جايه. انا برضو محضره كام فيديو تاني عن طريقه تعلم اللغه الانجليزيه علشان تظبطوا الحاجات اللي عندكم كلها. يا ريت تعملوا لي فولو بقى على انستجرام وعلى تيك توك، بقدم برضو فيديوهات هناك هتفيدكم جدا. وبس كده، مش هطولش عليكم كتير. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.